ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. انا عارفه ان انا بقالي كتير ما صورتش فيديوز. ما تفهموش بقى، حاله ملل، حاله اكتئاب، حاله خنقه، الجو حر فالواحد ملوش مزاج يعمل اي حاجه، الواحد عايز يفضل قاعد مأنتخ كده وخلاص. المهم، بما ان الجو حر واحنا في فصل الصيف والشمس عندنا جميله ولطيفه، فانا قررت اعمل لكم فيديو عن كل انواع الصن بلوك اللي انا استخدمتها، وهقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو، شير مع اصحابك، سبسكرايب للقناه، وتعملوا لي فولو الانستجرام، اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، واعملوا حاجه تشربوها. ويلا بينا نبدا الفيديو. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الصن بلوك ده حاجه مهمه جدا، يعني اعتبروه في اهميه كده زي الاكل والشرب. هو مش بالمعنى الحرفي يعني، بس عايزه اوصل لكم مدى اهميته وازاي الناس بتاذي بشرتها لما بتتعرض للشمس من غير ما تبقى حاطه صن بلوك. يعني انت ممكن تتعرضي لا قدر الله لسرطان الجلد، ممكن تتعرضي للخطوط المبكره والتجاعيد المبكره برضو اللي بتديكي مظهر شكل اكبر من سنك. برضو في بعض الاحوال بيبقى فيه نمش، بيبقى فيه تصبغات والوان اللون بقع كده، هو الداكنه في البشره مش مستحبه خالص. وبرده ممكن تعمل حبوب ومشاكل تانية كتير انت في غنى عنها. طب وعلى ايه ما انا اروح اجيب لي علبه صن بلوك تظبط لي بشرتي ولا ان يحصل لي المشاكل دي كلها، سواء بقى هجيبها غاليه او هجيبها رخيصه، المهم ان انا احط احسن من ان انا ما احطش خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا في المكتب عندي في الشغل من كتر ما انا بكلمهم عن اهميه الصن بلوك وان انا بحط كتير وان على طول بقيت منتظمه فيه، وكل اصحابي بقوا دلوقتي بيعملوا زيي وبقوا بالعكس كمان، ده بقى بالعكس كمان بيفكروني بيه وبقوا منتظمين عليه زي بالظبط، من كتر ما احنا بنتكلم ان الصن بلوك ده حاجه مهمه. وعشان ما ارغيش كتير، اهم حاجه وانت بتجيبي الصن بلوك تاخدي بالك من حاجتين. اول حاجه الاس بي اف اللي بيبقى مكتوب على اي صن بلوك، وهو اختصار لكلمه صن بروتكشن فاكتور، او اللي هو معامل الحمايه من الشمس او الوقايه من الشمس. وده دايما لازم تجيبيه بلس 50، ما ينفعش تجيبيه اقل من كده. زي مثلا لما بتكوني جايبه مرطبات للبشره بيبقى مكتوب عليها بلس 20 بلس 30، لا كده مش هتديكي الحمايه الكامله من اشعه الشمس. هو بلس 50 فيما فوق، هو فيما فوق مش هيأثر معاكي قوي، بس هي الحمايه الكامله بتبقى من اول بلس 50. ويبقى مكتوب على العلبه ان هو بيحمي من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي، اللي هي اشعه الشمس A وبي. تاني حاجه انك تكوني بتجيبي الصن بلوك المناسب لنوع بشرتك، سواء انت بشرتك جافه او عاديه. دي بيبقى بتجيبي لها البشره الجافه، بتلاقي بعض الكلمات مفتاحيه مكتوب عليها فور دراي سكين، نورمال سكين، كريمي. هتلاقي بعض الكلمات كده تعرفك ان الصن بلوك ده ينفع للبشره الجافه. لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه بتلاقي مثلا مكتوب عليه اويلي سكين، جل، فلويد، انتي شاين. هتلاقي كل الكلمات اللي تبين لك ان الكريم دوت ما ينفعش غير للبشره الدهنيه. يلا بينا بقى نخش على المنتجات اللي انا استخدمتها. واول منتج معايا وهو البوبي السان سكرين، والاس بي اف بتاعه 80، ومكتوب عليه اهو اليو في اي واليو في بي، والكميه بتاعته 60 جرام، ومكتوب عليه ميد ان ايجيبت واول سكين تايبس، يعني كل انواع البشره. انا كنت جايبه قبل كده البوبي الجل بما ان انا بشرتي مختلطه، كان حلو معايا، ولما خلص انا قلت اجرب البوبي التنت بيبقى فيه لون، يعني فيه نسبه كريم اساس، بيبقى عليه زي خط بني كده، هو بيبقى مكتوب عليه تنتد وبيبقى مكتوب عليه الدرجه بتاعه الفاونديشن اللي فيه. بس انا ما حبيتهوش كفاونديشن، لان انا لما بحطه على البشره والبشره بتمتصه بحس اللون بتاعه بيروح خالص، اكنك ما حطيتيش فاونديشن، هو حاطه كريم وبس، فما عجبنيش كفاونديشن. فلو انت هتجيبيه علشان كريم الاساس اللي فيه فما انصحكيش، انصحك انك تستخدمي البوبي التاني اللي هو الجل، كان حلو خصوصا ان هو سعره اقتصادي وحجمه كويس. فالتنت ده ما عجبنيش، لكن البوبي الجل كان كويس. تاني واحد جربته وهو بتاع يورياج، مكتوب عليه الاس بي اف 50، ومكتوب عليه اليو في اي واليو في بي، ومكتوب عليه هنا اهو فلويد، علشان ده كده انا بشرتي مختلطه، يعني فلويد للبشره الدهنيه او للمختلطه. والكميه بتاعته 50 مللي، وميد ان فرانس، يعني ده صنع في فرنسا. عايزه اقول لكم ده من اجمل الصن بلوك اللي انا استخدمتها، وهو حلو جدا وفيه ريحه جميله جدا، يعني انت بتحطيه كده ريحته يعني بيدي ريحه كده جميله. والفورمولا بتاعته عامله زي القوام بتاعه عامل زي اللبن شويه كده، خفيف على البشره، فالبشره بتمتصه بسرعه. بس اعتراضي الوحيد عليه ان هو
كان بيسيب طبقه بيضاء على خفيف كده شويه على البشره، وفي نفس الوقت سعره غالي برده شويه بالنسبه لكميته، هو يعتبر سعره غالي، بس لو انت تقدري تشتريه فانا ارشح لك ده فوق الممتاز، يعني ده صن بلوك فوق الممتاز. الصن بلوك اللي بعده هو بتاع بايوديرما فوتوديرم، ده شكله ومكتوب عليه الاس بي اف بتاعه 100، ومكتوب عليه ان هو فلويد طبعا عشان البشره الدهنيه، والكميه بتاعته 40 مللي، ومكتوب عليه ميد ان فرانس. هو مش وحش، بس كان فيه عيوب كده ما عجبتنيش. دلوقتي سعره بقى غالي جدا جدا، يعني بقى سعره خرافي، وفي نفس الوقت بيسيب طبقه بيضاء على البشره، ومع الوقت لما باجي احاول اشربه على بشرتي بيقعد يفرول معايا ويلم كده، يعني تحسيه بيعمل زي فروله كده على البشره، ما عجبتنيش خالص. مش عارفه يعني المفروض حاجه غاليه زي كده المفروض ما تبقاش فيها اي عيوب، وده يعلمنا ان مش كل حاجه غاليه حلوه، ومش كل حاجه رخيصه وحشه. هو الصن بلوك مش وحش، بس اللي تقدر تتقبل العيبين دول فيه ان هي تقدر تشتريه بالسعر ده مفيش مشكله، تقدر تجيبه، لكن انا بالنسبه لي مش هقدر اجيبه تاني. يعني في حاجات تانية اسعارها ارخص وبتدي افكت احسن من ده بكتير. الصن بلوك اللي بعد كده معايا وهو من براند كوريا، وكان حد رشحها لي قبل كده، وهي براند فارم ستي. كان حد قال لي عليها قبل كده وقال لي ان هي حلوه، شكر لي فيها، فقلت مفيش مانع ان انا اجربها، فجبت نوعين من فارم ستي اللي هم دول. اول واحد ده اول نوع جربته، مكتوب عليه الاس بي اف بتاعته هنا اهي، ومكتوب عليه اليو في اي واليو في بي هنا، مش عارفه هتشوفوهم ولا لا، هنا في الحته دي بالظبط اهم. والكميه بتاعته كبيره، عجبني ان كميته كبيره، يعني يمكن ده اكتر صن بلوك كميته اكبر من كل المنتجات اللي انا استخدمتها قبل كده. مكتوب عليه ميد ان كوريا، والكميه بتاعته 70 مللي، وطبعا اويل فري طبعا عشان البشره الدهنيه، اويل فري. عايزه اقول لكم ان الصن بلوك ده لما جربته عجبني جدا جدا، ويعني قلت لا يعني هو ده بقى الصن بلوك اللي هفضل مستمره عليه. ريحته حلوه قوي، لما بحطه بحس ان انا اكنك حاطه برفيوم كده، الناس كلها بتبقى شامه ريحته فيكي، وقوامه خفيف، البشره بتمتصه بسرعه، ما بيسيبش لون ابيض على البشره. لا يعني هو فيه مميزات حلوه، وكمان سعره ما كانش غالي، كنت ساعتها جايباه ب 250 تقريبا، يعني يعتبر سعره اقل من بايوديرما بكتير، وفي نفس الوقت بيدي تاثير كويس وكميه كبيره. فلما خلص قلت اجرب من نفس البراند برضو، اللي هو النوع التاني اللي وريته لكم، اللي هو برضو فارم ستي، بس مكتوب عليه في 8 فيتا، اللي هو يعني فيه 8 فيتامينات يعني مفيدين للبشره. برضو الاس بي اف بتاعته هنا 50، وميد ان كوريا، وبرضو الكميه بتاعته 70 مللي. بس ده ما عجبنيش، ريحته كده تحسي ان هو مدي على ريحه دواء، اكنك خارجه من صيدليه، لا ريحته ما عجبتنيش خالص. بس والافكت بتاعه كويس، بس ما اعرفش انا فضلت النوع ده اكتر من ده. ف لو انت هتجيبي من براند فارم ستي، لو انت بشرتك دهنيه هاتي يعني اوعدك انك هتدعي لي لما تجربي ده. انا ما اعرفش سعر دلوقتي عامل كام، بس هو طبعا سعره هيبقى افضل بكتير من سعر الحاجات التانية الغاليه يعني. ف ده انا ارشحه لك، وصدقوني هتدعوا لي لما تجربوه. ده كويس برضو من نفس البراند، بس لو انت هتقدري تتقبلي الريحه بتاعته، هي مش ريحته مش وحشه قوي يعني، بس لو هتقارني لا ده افضل بكتير. فالفرام ستي دي براند حلوه جدا، واكتشفت ليها منتجات تانية هبقى اكلمكم عنها بعدين، بس في يعني كدلوقتي لا، يعني انا ارشح لكم البراند دي، يعني حلوه جدا. الصن بلوك اللي بعد كده وهو كولاجرا، عايزه اقول لكم ان هو كانت العلبه عندي، بس انا مش عارفه راحت فين، انا قلبت عليها الدنيا، مش عارفه، انا مش فاكره انا حطيتها فين. انا استعملته وخلصته، بس انا كنت من عادتي يعني بحط الحاجات اللي بخلصها في شنطه علشان لما ابقى اجي اعمل لكم عنها ريفيو، بس مش عارفه هي راحت عندي فين. المهم انا هسيب لكم صورته هنا عشان تبقوا عارفين شكله. هو لونه ابيض كده وعليه حرف الاي كبيره كده باللون الذهبي، هو تقريبا حجمه كان 50 جرام حاجه زي كده. ناس كتير اتكلمت عنه وقالت ان هو بيعرق لها وشها او بيطلع لها ميه من وشها. الناس اللي يحصل معاها كده ده معناه ان بشرتها دهنيه، وهو مش مناسب لبشرتها، يعني هو مش مناسب للناس اللي بشرتهم دهنيه قوي. مع العلم هو ما عملش معايا كده، انا بشرتي مختلطه، بس هو ما عملش معايا كده، يعني ما حسيتش بحوار العرق اللي بيطلع من البشره ده. بس ده معناه ان اللي بشرتها دهنيه قوي ده ما ينفعش معاها. هو سعره كان اقتصادي، انا فاكره ما كانش غالي، يعني مناسب للناس البادجت بتاعتها قليله، بس
بيكون بشرتها مش دهنيه، بس انا بالنسبه لي يعني في حاجات تانية احسن منه اقدر اجربها، وانا من النوع اللي هو يعني انا جربت منتج اجرب غيره علشان خاطر اقدر انقل لكم تجارب كتير عن منتجات كتير. اخر نوعين معايا وانا كنت جايباهم للجسم مش للوش، وهم دول النوعين بتوع لونا وبتاع بيز لاين. هم اصلا مخصصين للاطفال، بس مفيش مانع انك تحطي الاطفال وفي نفس الوقت تحطي معاهم، يعني عادي كله شغال. بتاع لونا زي ما انت شايفه كده الاس بي اف بتاعته 62، وبيحمي من اليو في اي واليو في بي، ومكتوب عليه فور اول سكين تايبس. وطبعا معروف ان لونا طبعا براند مصريه، يعني ده ميد ان ايجيبت، والكميه بتاعته 130 مللي، يعني كميه كبيره طبعا عشان خاطر هو للجسم. هو حلو، سعره كويس، يعني حلو للناس اللي البادجت بتاعتهم قليله. بس انا ما عجبنيش فيه ان هو بيحمي من الشمس بس ما بيحميش من الاسمرار، يعني هو مش بيعمل حروق بس في نفس الوقت بيسمر الجسم. فده حلو للناس اللي بتحب تاخد تان من غير ما تتحرق، فلو انت حابه تاخدي تان ده ارشحهولك بشده يعني. بس انا ما عجبنيش، انا بحب بروح المصيف احط كده السان بلوك ارجع زي اكني ما روحتش، بعمل تمويه اكن محدش يعرف بقى انا رحت ولا ما روحتش. تاني واحد معايا وهو بتاع بيز لاين، وبرده مكتوب عليه ان هو كيدز ولوشن للاطفال، وبيحمي من اليو في اي واليو في بي، كميته 200 ملي. عايزه اقول لكم ان ده حلو بس سعره غالي شويه، ريحته جميله كده مديه على جوز هند. و عموما السان بلوك بتاع الجسم دايما بيسيب يعني لون ابيض، فعادي مش هيفرق معانا، هو اهم حاجه عندنا الوش يعني، فهما بيسيب ملمس ابيض. والباكج بتاعه طبعا شكله حلو، طبعا بتقفلي وتفتحي من الحته دي كده علشان يقفل معاكي لوك كده، وعشان ما ينزلش ويتفتح منك لو انت واخداه معاكي في الشنطه. هو اصلا معمول من عسل النحل، فهو فيه مكونات كويسه مرطبه للجسم، وبرده يعني بيدي شويه اسمرار للجسم بس مش بنفس لونه، يعني لونه بيدي اسمرار جامد لكن ده بيحمي شويه من الاسمرار. فلو انت تقدري تشتري البيز لاين انا ارشحه لك، هو حلو جدا. وبس دي كل المنتجات اللي انا جربتها، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا انبسطتوا وتكونوا استفدتوا معايا. لو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، هستنى رايكم في الكومنتس، واستنوني في فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.